النوم والراحة عنصران أساسيان لتحسين اللياقة البدنية، لا يقلان أهمية عن التغذية والتدريب. خلال النوم، يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة العضلية المتضررة أثناء التمرين، وإعادة بناء مخزون الطاقة. قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإجهاد، مما يعيق عملية الاستشفاء ويزيد من خطر الإصابات. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر النوم على الهرمونات المسؤولة عن بناء العضلات وحرق الدهون. الراحة النشطة، مثل المشي الخفيف أو اليوجا، تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل تصلب العضلات. من الضروري تخصيص أيام للراحة الكاملة للسماح للجسم بالتعافي التام وتجنب الإرهاق. تجاهل النوم والراحة يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأداء الرياضي وزيادة احتمالية الإصابات المزمنة. لذلك، يجب إعطاء الأولوية للحصول على قسط كاف من النوم، يتراوح بين 7 و8 ساعات يومياً، ودمج أيام الراحة في برنامج التدريب الأسبوعي لتحقيق أفضل النتائج وتحسين اللياقة البدنية بشكل مستدام. بعض الدراسات تشير إلى أن الرياضيين المحترفين قد يحتاجون إلى أكثر من 8 ساعات، قد تصل إلى 9 أو 10. ولا ننسى أهمية النوم الجيد في تنظيم الشهية وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.